الحب ربونا وكأن الحب كنحسو بحال تأنيب الضمير ونحن نحب، خصوصا واحد النوع من الحب. مش الحب حرام؟ الله خلق خلق الإنسان بالحب، وجعل مبدأ الحياة حب، وسبق حبه حبنا، يحبهم ويحبونه. كيف أن يكون الحب حرام أو عيب؟ وكيف يقتصر الحب فقط بين الرجل والمرأة؟ أساس كل علاقات حب، أولها علاقتنا بالله علاقة حب. إن لم تكن بحب كيف نعبده؟ خصنا نعرفوه. كيفاش نعرفوا أننا نحب الله؟ كيف نقيس حبنا لله؟ أن تكون على النحو الذي يرضيه عنا، أن نعرفه بأسمائه وصفاته، أن نعرف أن كل نعمة نحن فيها من الله سبحانه وتعالى. هذا الكون له هذا الخالق، وكل ما في هذا الكون جميل خلقه الله لهذا الإنسان حتى يحيا حياة طيبة. حتى القرآن منهج وإرشاد قويم باش نعيش حياة طيبة، باش نعيش في الحب. لليوم للأسف ما بقاتش قلوب كثيرة كتفهم هذا الحب. لذلك قلت لك هي رحلة إلى الفطرة. فبالتالي إن كان الحب عار أو عيب فماذا يبقى في هذا الكون؟ إذا الحب هو أسمى أرقى. أنت قل الحب أساس كل شيء. شنو الإيجابية اليوم الآن؟ وأنا أنا كيف قلتي لست من نوع ديال الأضواء ولا الشهرة. أتاني أن أقول هذه الكلمة. أجمل كلمة يمكن تقال هي رسالة الحب اللي قدمتي لنا. نعم أستاذة. نعم. فهو سبحان الله كلما تعلق القلب بالله ازداد شوقا إليه، ازداد حبا إليه، ازداد طاعة لله سبحانه وتعالى، وازداد تجردا من هواه ومن نفسه. كيفاش نديروا نعرفوا أن الله يحبنا؟ هو يحبنا، مش لا نحتاج أن نعرف. حتى ونحن عصاة أو نحن نعم. يعني نعم سبحانه وتعالى. حتى ونحن بعض المرات يعني نقصر في واجب. نحن مقصرين سوف نبقى مقصرين. ماشي هو الذي ينزل نزولا يليق بجلال وجهه وعظمته سبحانه وتعالى، ويقول في سورة الأخير هل من مستغفر فأغفر له. فبالتالي باب التوبة مفتوح. إن كان هو يحب ويفرح بتوبة عبده وعودة العبد دياله، ماشي حب هذا، ماشي كي يراك على المعصية ويبتليك حتى ترجع إليه، ماشي علامة حب هذه. كل ما نحن فيه حب حتى البلاء ربما نراه فيه حزن، فيه ألم، فيه قلق، لكن هو الإنسان الذي يفهم يعلم أن هذه رسالة كي تعود إليه. ولما ما رجعتيش كيبقى يضيق حتى يعني كل الأبواب تغلق وترجع إليه. إذن حتى الضيق أو حتى الابتلاء كل شيء. والابتلاء سنة الحياة. وخير البشر الأنبياء والمرسلين كلهم ابتلوا. هل لا يحبهم الله؟ بلى. عشتي لحظة شك في حالة من حالات الابتلاء اللي جاتك أستاذة وداد؟ أنا عارفة أن كاين عندك يعني قصة مع ابتلاء معين. شك يعني شك في حب الله؟ أبدا. يعني كلما كان ابتلاء كلما علمت أن الله ينتظر مني شيئا أقوى ومقاما أعلى، فبالتالي أبحث عنه. جميل اليقين في الله، جميل الثقة بالله، جميل حسن الظن بالله. هذا الثلاثة اللي قلت لك هم أساس العلاج النفسي للخوف للحزن. ما تبقاش عندنا تقريبا المشاكل النفسية. هي حسن اليقين والظن، حسن الظن بالله والثقة في الله والاقتناع التام أن الله سبحانه وتعالى صاحب الأمر مدبر الأمور سبحانه وتعالى. سدو سهم القلب وخما سخيتش